واحد بعت لي رساله بيقول انا اشتغلت 3 سنين تحت مسمى بزنس ديفلوبمنت سبيشالست. في الاخر اكتشفت ان انا مجرد زي. انا عايزك تتخيل معايا ان انت تكون شغال تحت مسمى وظيفه معينه وتفكر ان انت بتبني كارير، في الاخر اكتشف ان انت كنت شغال حاجه تانية خالص. المشكله ان تعريف البيزنس ديفلوبمنت مش واضح لمعظم الناس، وده بيخلي الناس تشتغل شغل مش شغلهم، او حتى يدوروا على شغل هم مش عارفين يدوروا عليه بالظبط. وفي شركات بتطلب بيزنس ديفلوبر وهم في الاساس عايزين حد سيلز، وفي ناس تانية خالص فاكره عشان انت اجتماعي بتعرف تتكلم يبقى انت ينفع تشتغل في البيزنس ديفلوبمنت. النتيجه ان الناس بتدخل تشتغل في المجال وما بتكملش فيه 6 شهور وبتحس بالفشل وتخرج منه بسرعه. والاسوأ من ده كله ان في شركات بتخلط ما بين مسمى البيزنس ديفلوبر ووظائف تانية كتير. يا جماعة تطوير الأعمال مش لعبة، ده عصب النمو في أي شركة. طيب نحلها إزاي؟ أول خطوة خلينا نعرف يعني إيه بيزنس ديفلوبمنت. هو القسم المسؤول عن خلق فرص جديدة للشركة بهدف تحقيق جروث أو نمو، وده كله بيتحقق من خلال بعض الاستراتيجيات، زي إن أنا أعمل شراكات جديدة بهدف إن أنا أستحوذ على عملاء جدد، أو حتى إن أنا أدخل في أسواق جديدة، او حتى ان انا اخلق منتجات جديده للشركه بهدف تحقيق النمو المطلوب. وممكن كمان ان انا اتوسع في تخصصات تانية بعملاء مختلفين تماما عن اللي انا بتعامل معاهم. خليني اوضح لك مثال على كل نقطه من النقاط دي. اول حاجه قلنا ان احنا ممكن نعمل شراكات بهدف ان احنا نحصل على عملاء جدد. خليني اقول لك مثال. في فتره من الفترات اشتغلت مع منافس، او بمعنى اصح عملت شراكه مع منافس. انا عارفك ممكن تستغرب من حاجه زي دي، ازاي ممكن تعمل شراكه مع منافس في نفس التخصص بتاعك؟ بص، هو منافس غير مباشر. خليني اوضح معاك. اكتشفت ان في منافس جاي يطلب مني الخدمه اللي انا بقدمها، فانا قعدت معاه بحكم ان احنا طبيعي لازم نعمل ديسكفري ميتنج، نفهم منه ايه احتياجاته، ايه الحاجات اللي هو حابب نوفرها له، ايه الخدمه اللي هو فعلا بالتحديد محتاجها. واكتشفت خلال الميتنج ان هو محتاج بعض الدورات التدريبيه اللي احنا بنقدمها كشركه. لما جيت قعدت مع نفسي وافكر في الموضوع واحاول اشوف ازاي ممكن استغل حاجه زي دي واشتغل عليها، لقيت ان انا ممكن اعمل معاه شراكه كويسه جدا. ليه ما يحصلش فيه تبادل عملاء هنا؟ ليه مش كل واحد ممكن يستفيد من الماركت شير الخاص بالتاني؟ بما ان هو متميز في تخصص معين، والتخصص ده بالفعل انا ممكن ما اكونش متميز فيه، او معنى صح انا مش مركز عليه، فابدا اشيل دراعي منه خالص بحكم ان انا كده كده اصلا مش مستفيد منه بالقدر الكافي، او مش بيحقق لي الربحيه الكافيه. فابدا ان احنا يحصل بينا، نقدر نقول كده ايه، كو ماركتنج، او شراكه بهدف ان احنا نسوق لبعض. يعني نفترض ان انا جالي عميل من العملاء اللي انا بتعامل معاهم وطلب دورات تدريبيه في التخصص اللي هو شاطر فيه، ابدا ان انا ايه، ارشح للعملاء الشركه دي بصوره شريك معايا، ويبدا هو يعمل العكس عنده، بحكم ان انا شاطر في التخصصات معينه هو مش متخصص فيها، ونقدر نقول مش شاطر فيها، وهكذا العكس. هو متخصص في جزء معين انا ما عنديش القدره الكافيه ان انا اغطيه، فبدانا نستفيد من بعض. وبكده قدرت ان انا استفيد من منافس موجود في السوق، نقدر نقول هو منافس غير مباشر لكن هو يظل منافس لينا. فالشراكه هنا ليها اهداف كتير، او بمعنى صح في الطبيعي الشراكات ليها اكتر من هدف. انت دورك تحدد انت عايز توصل ليه، وتحدد نوع الشراكه اللي انت عايز تعملها. تاني استراتيجيه بتبعها قسم البيزنس ديفلوبمنت، وانا هنا بقول قسم ما بقولش البيزنس ديفلوبر، هنعرف ليه قدام. هي استراتيجيه ان هو يتوسع في اسواق جديده بهدف ان هو يحقق نمو. يعني خليني اقول لك مثال. في فتره من فترات شركتنا قررت تتوسع بره سوق المملكه العربيه السعوديه، وقررت تتوسع في دبي او الامارات بشكل عام. فهنا انا رحت خدت البرودكت اللي عندي اللي انا بقدمه في المملكه العربيه السعوديه، بدات ان انا اقدمه زي ما هو، وغيرت فيه بعض خواص وما يتناسب مع السوق الجديد، وبدات ان انا اقدمه هناك. ده بنسميه توسع في اسواق جديده. خدت المنتج اللي انا بقدمه ورحت قدمته لعميل تاني. ده بكل بساطه الاستراتيجيه الثانيه. تاني استراتيجيه بتبعها البيزنس ديفلوبمنت تيم في الشركه عشان يبدا يوصل للنمو المطلوب، ان هو يا جماعه يبدا يعمل حاجه اسمها برودكت ديفلوبمنت، ويبدا يطور منتجات جديده للشركه. خليني اقول لك مثال. بفضل اللي انا شغال في شركه من اكبر شركات التدريب في الشرق الاوسط في مجال التدريب الهندسي، ومن ضمن مهامي الاساسيه انا والتيم اللي معايا ان احنا نبدا نوفر منتجات جديده للشركه.
احنا بنقدم تدريب. طيب التدريب ده احنا متخصصين في التخصصات الهندسيه. طبيعي بيظهر كل يوم جديد على التخصصات دي، وبيظهر تخصصات تانية مختلفه بناء على متطلبات السوق. فبيبدا دوري ان انا ابدا اوفر دورات تانية للشركه. وعشان ابدا اوفر دورات دي لازم ابدا اعمل ماركت ريسيرش، اعرف ايه المطلوب في السوق. ابدا اسال العملاء بتوعي الحاليين، اشوف يا جماعه ايه التخصصات الجديده اللي ظهرت، ايه التطورات اللي بتحصل حاليا عشان نبدا ان احنا نغطيها لحضراتكم، نبدا نقدمها لكم، وهكذا. اول خطوه زي ما احنا ماركت ريسيرش، ابدا افهم السوق في ايه بالظبط، ابدا اشوف امكانيه تقديمي للتخصصات الجديده دي، وهكذا لحد ما ابدا ان انا اطلع منتج جديد ودورات جديده للشركه بهدف ان انا احقق نمو. وده بنسميه حاجه اسمها برودكت ديفلوبمنت، ان انا ببدا اجيب منتجات جديده للشركه لنفس التارجت اودينس بتوعي بهدف ان انا احقق الجروث المطلوب. الرابع استراتيجيه برضو بنتبعها كبزنس ديفلوبمنت تيم في الشركات، ان احنا ممكن نفكر، طب انا دلوقتي شغال في التدريب الهندسي، بقدم التدريب ده وليكن في دول الخليج، وعندي دورات تدريبيه محدده. ايه المشكله ان انا ابدا اتوسع في مجال زي التوظيف، وابدا اوفر خدمات التوظيف دي للشركات، واستفاد من العملاء اللي عندي او المتدربين اللي بالفعل انا دربتهم على مدار السنين اللي فاتت، ان انا اوظفهم للشركات. انا هنا عملت ايه يا شباب؟ عملت منتج جديد اسمه التوظيف. هو مش حاجه، مش ما اخترعتش حاجه جديده، لا، منتج جديد، انا حاجه ما كانتش موجوده في الشركه بمعنى صح. وبدات ان انا ابدا اوفرها لعملاء او نوعيه تانية من العملاء غير اللي انا بستهدفها دلوقتي. انا دلوقتي عميل بستهدفه مين؟ الشخص اللي عايز تدريب، او الشركات اللي هي محتاجه تدرب موظفينها. لا، دلوقتي انا هبدا ان انا استهدف نوع تاني من العملاء، الشركات اللي محتاجه توظف مش محتاجه تدرب. بدات ان انا اتوسع في برودكت جديد بعميل تاني جديد. ده بنسميه حاجه اسمها استراتيجيه خاصه بالدايفرسيفيكيشن او التنوع. ودي الاستراتيجيه الرابعه معانا بيتبعها ايه بزنس ديفلوبر. الاربع استراتيجيات اللي انا برزتهم لحضرتك مفيش بزنس ديفلوبر ما يعرفهمش، او بمعنى اصح بيبدا يحدد الاستراتيجيه المناسبه ليه بناء على هدف شركته. دول اربع استراتيجيات متعارف عليهم في البيزنس ديفلوبمنت. بس خليني اقول لك ان في برضه استراتيجيات تانية مهمه، زي ان انا باخد قرارات استراتيجيه في الشركه. يكون دوري ان انا اخد قرارات استراتيجيه في الشركه بهدف قد تكون مشكله بتواجه الشركه، قد يكون بهدف ان انا اعدل مشاكل حاليه موجوده. ما أنا قد يكون عندي مشكله. خليني اقول لك مثال. تخيل ان شركتك دلوقتي عندها مشكله في عمليه الدفع. حاجه زي كده ممكن تسبب لك ايه؟ بكل بساطه هتوقع منك عملاء في مرحله الدفع، فطبيعي انا هخسر فلوس. يبقى انا المجهودات اللي انا بعملها في السيلز والماركتنج وكل البروسيس الكامله دي حاجه اضيعها بسبب ان انا مش عارف ادفع. ابدا انا كبيزنس ديفلوبر احلل واشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندي بالفعل، وابدا ان انا اعالجها زي مشكله الدفع اللي احنا ذكرناها. خليني الخص لك كل اللي انا اتكلمت فيه ده في نقاط سريعه. الهدف منها ان ترتب دماغك وتحدد بالظبط القسم ده الهدف منه ايه ودوره ايه وبيحقق ده ازاي ومن خلال ايه. بكل بساطه وضحنا ان قسم البيزنس ديفلوبمنت هو المسؤول عن خلق فرص جديده للشركه، وده بيحصل بهدف ايه؟ بهدف جروث او تحقيق النمو. ده الهدف الاسمى من وجود قسم البيزنس ديفلوبمنت في الشركه. البيزنس ديفلوبر مش شرط يبيع، لكن هو بيفتح الباب لمسؤول المبيعات ان هو يشتغل. ومش ماركتير، لكنه فاهم ازاي يصطاد فرص، وفاهم كويس جدا ازاي يستغلها عشان يطلع منها مكسب فلوس. ومش مدير علاقات عامه، لكنه فاهم كويس جدا ازاي يبني علاقه مع شركائه وازاي يبدا يحقق من خلالها اهدافه اللي هو محتاجها. وده بالظبط اللي هنتعلمه هنا في القناه دي. هنعرف المهارات المطلوبه لاي حد محتاج يخش مجال البيزنس ديفلوبمنت، وهنتعلمها مع بعض مش مجرد كلام. انا عايزك تتعود معايا من النهارده ان كل مهاره هبدا اشرحها لازم تتشرح بشكل عملي وبشكل واقعي. انا مش جاي اقول لك كلمتين من كتاب. وهنشوف شغل حقيقي من يوم مطور الاعمال. ما انا عايز اقول لك حاجه، انا بيزنس ديفلوبر زيك، فانا هنقل لك كل حاجه بعملها وايه افضل الممارسات اللي انا ببدا انفذها في شغلي وابدا اعرفها لحضرتك عشان فعلا تستفيد. وهنفهم ايه اهم التولز او الادوات اللي لازم تستخدمها عشان تعرف تأدي شغلك بشكل مظبوط. في تولز كتيره جدا نبدا نتعرف عليها، نبدا نتعلمها اداه اداه بشكل واضح وعملي. يعني من الاخر
انا هجهزك ان انت تكون فاهم المجال كويس جدا، فاهم مهامك كويس جدا، عندك اسلحه قويه وتولز قويه تعتمد عليها عشان في الاخر تبني كارير فعلي. وكل ده بفضل الله مبني على خبره حقيقيه من السوق المصري والسوق السعودي، مش مجرد كلام نظري. وعلشان احنا في القناه دي هنركز على 3 شرايح مختلفه، لو انت منهم تاكد ان انت هتحقق اهدافك ان شاء الله. اول شريحه هي الناس اللي حابه تبدا تتعلم البيزنس ديفلوبمنت وتايهه ومش عارفه تتعلمه منين، مش لاقي المصادر اللي ممكن تساعدها. تاني شريحه هي الناس اللي حابه تشوف هل المجال ممكن يناسبها ولا لا، او بمعنى صح اللي حابين يعملوا شيفت كارير. الشريحه الثالثه هو لو انت صاحب بيزنس وبتارجت عملاء بي تو بي بالتحديد، او بيزنس تو بيزنس، او بمعنى صح بتقدم خدماتك للشركات بالتحديد، بحب اقول لك ان انت لو من الثلاثه دول ان شاء الله هتلاقي اللي انت محتاجه هنا. وكده سريعا عرفنا مع بعض ايه هو البيزنس ديفلوبمنت، عرفنا ايه هي استراتيجياته المختلفه المتبعه داخل الشركات، وكمان عرفنا ان احنا نتعلم هنا في القناه المهارات المختلفه لمطور الاعمال واهم التولز اللي ممكن يبدا يشتغل بيها. وان شاء الله الفيديو اللي جاي مهم جدا، هنبدا نعرف فيه ايه هو ادوارك بشكل فعلي داخل الشركات. ولو لاحظت معايا ان انا بعرف لك البيزنس ديفلوبمنت، وضحت لك يعني هو بشكل عام، وضحت لك الاستراتيجيات الكامله اللي بيبدا يتبعها، لكن خليك عارف ان انا هنا في القناه هكون مركز على حاجات معينه. زي ايه؟ مهام البيزنس ديفلوبمنت اكزيكتيف بالتحديد، او البيزنس ديفلوبمنت سبيشاليست، او البيزنس ريبريزنتيف. بمعنى صح انا رايح للناس التنفيذيين، الناس اللي بتشتغل على الارض، الناس اللي بتنزل بالفعل تبني شراكات، تبني علاقات. دول الناس اللي انا فعلا هقدم لهم محتوى، ودول فعلا انا هقدر اقدم لهم حاجه قيمه تليق بيهم. وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون اول فيديو بنتكلم فيه عن ايه هي مهام البيزنس ديفلوبمنت اكزيكتيف، او البيزنس سبيشاليست، او البيزنس ريبريزنتيف. دي كلها مسميات بنفس المعنى، لكن مهم جدا نبدا نعرف ايه ادوارها، لان الاستراتيجيات اللي انا وضحتها فوق دي استراتيجيات خاصه بالقسم بشكل عام. لكن انا هنا عشان اقدر افيدك كبيزنس اكزيكتيف بالتحديد لازم تعرف انت ايه مهامك بالظبط، عشان ما تحسش بتشتت، عشان ما تحسش ان انت تايه، عشان تعرف ايه ادوارك بالظبط، تبدا تستفيد بشكل مباشر من المحتوى اللي هنقدمه. وحابب اسمع رايك في الكومنتات واعرف انت كنت فاهم يعني ايه بزنس ديفلوبمنت قبل ما تسمع الفيديو ده، وهل شايف نفسك تنفع فيه ولا لا. ولو عايز تتعلم المجال ده وتبدا فيه بخطه واضحه، اشترك في القناه وخليك متابع الفيديوهات الجايه.